السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير كيما العاده والعوايد بيان سور. وصفه جديده ان شاء الله تعجبكم وتسيوها بيان سور. اليوم راح نوجد معاكم طبق تقليدي كل منطقه كيفاش توجدوا. انا اليوم درتو مرقه بيضه، درت هنايا تريده مريقه بيضه الله الله، مريص دجاج بارك، ماشي حاجه كبيره. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتسيوها. الوغ في المكونات كيما راكم تشوفوا ما راحش نسحقوا حاجه كبيره، جوست حاجات خفاف اللي نوجدوا بهم المريقه تاعنا. هنا واش راح نسحقوا؟ راح نسحقوا ملح، عود قرفه وفلفل كحل ماشي كميه كبيره، عندي الزيت مع غرفه سمن، عندي البصل اللي راني مقطعاته عشوائي باسكو راح نرحيه، وباللفت هذيك اللي تجي شويه مكلخه كيما نقولوا نرحيوها باش تقل لنا المرقه وتعطي بنا. عندي مرصو تاع دجاج، كل واحد يدير واش يحب، تقدروا باللحم تقدروا بالدجاج، هذا شيء اختياري كيما نقول دائما. وعندي بيان سور اللفت. هنا عندي تريده ديالي كيما راكم تشوفوا، هذه هي اللي تجي كاري. راح نبداو الحاجه الاولى نقليو المكونات، ما راحش نهضر بزاف، راح نخليكم تسمعوا هذاك الحس تاع التكتيك نعاود نوريكم. كيما دائما نقول لكم لازم تقليو مليح الدجاج تاعكم، البصل، الخضره باش تطلق بنه هايله. اي بيان سور في الماء اللي نفور فيه راح ندير شويه بصل وقرفه، راح تجي واحد البنه تاع العرس. لازم في التفويره الاولى نديرو الزيت باش الحبات ما يتلصقوش كي يكونوا يفوروا. مورنا تقلى كلش مليح راح نمرقوه بالماء سخون ونخلوه يطيب. بالنسبه للتريده تاعنا كي نحوها من التفويره الاولى نديروا لها الملح والماء. تفويره كاين اونتو 3، كاين 3 تفويرات، كل تفويره 20 دقيقه باش تجيكم طايبه مليح وما تجيش لاصقه. دونك نديروا 3 خطرات هاد العمليه، كل ما نحوها نشمخوها بالماء ونخليوها. ما نديروش الملح شاك فوا، جوست في التفويره الاولى. من بعد كي نكملوا التفويره الاخرانيه راح نحطوها في المرقه ونخليوها تغلي باش تاخذ البنه واحد نقولوا 10 دقائق هكذاك. لازم تشرب بيان سور، ما تجيش تشورورو سينو تجي مايها، ما تجيش تريده تجي شوربه. هاوليك القوام، شوفوا هذوك الحبات كل وحده على حبه، تبعوا هذه الطريقه وان شاء الله الوصفه تنجح لكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. سلام.